بعيدًا عن الأماكن السياحية، في شوارع لازم تبعد عنها في لاس فيغاس في أمريكا، زي فيرمونتا ستريت. المناطق دي بتكون مليانة بالنوادي الليلية والملاهي المشبوهة، وبيكون فيها أنشطة غير قانونية زي الدعارة اللي للأسف منتشرة في أماكن كتير حوالين المنطقة دي. نصيحة للذاهبين: ما تخرجش لوحدك بالليل، خصوصًا الأماكن اللي بعيدة عن آل ستريت. اللي لازم تعرفه إن الدعارة في ولاية نيفادا مش قانونية في مدينة لاس فيغاس نفسها، بس في مناطق خارج المدينة والموضوع ده بيكون موجود للأسف. في ناس بتقع ضحايا للاحتيال من بعض اللي بيلفوا في الشارع ولا بيعرضوا خدماتهم عليك. لو حد عرض عليك أي حاجة من النوع ده، أحسن حاجة تعملها إنك ترفض وتبعد، عشان الموضوع ده ممكن يجيب لك مشاكل مع الشرطة. لو مسافر مع العيلة وعايز أماكن آمنة بعيدة عن الدوشة والمشاكل، في أماكن زي سيزر بلاس وبلاديو اللي فيها عروض للعائلة وحاجات ترفيهية تناسب كل الأعمار، واللي بيقدموا عروض مسرحية خيالية، ودي حاجة هتعجبك وتنبهر بيها سواء لوحدك أو مع العائلة. من أكتر المشاكل اللي ممكن تواجهك في لاس فيغاس هي النصب. في ناس كتير بتحاول تستغل السياح خصوصا في الأماكن اللي مش مشهورة. ممكن تلاقي ناس بتعرض عليك ألعاب زي القمار الغير قانوني، أو خدمات وهمية زي التواصل أو التذاكر لعروض معينة. دايما تتأكد إنك بتتعامل مع أماكن موثقة، ولو مش متأكد من حاجة اسأل الفندق اللي أنت مقيم فيه. حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها هي التكلفة العالية في لاس فيغاس، خصوصا في الأماكن اللي حوالين آل ستريت. كل حاجة غالية جدا، من الأكل للفندق وحتى المشروبات. نصيحة: لحجز الفندق لازم يكون قبلها بفترة عشان الأسعار تكون معقولة. ولو عايز توفر في الأكل، دور على أماكن بعيدة عن الأماكن السياحية الكبيرة. في مناطق في لاس فيغاس بتكون فيها عروض شارع حلوة جدا، زي الحفلات الموسيقية المجانية والراقصين اللي بيقدموا عروض مبهرة، خصوصا في مناطق الفورمانت ستريت اللي فيها أجواء ممتعة جدا بعيدا عن الأماكن المشبوهة اللي ذكرناها قبل كده. في النهاية، لاس فيغاس مدينة جميلة وممتعة جدا ومليانة حاجات حلوة كتير، بس لازم تكون حذر وتختار الأماكن اللي تروحها صح. اتأكد إنك بعيد عن الأماكن المشبوهة وتتمتع بالحياة الليلية في المدينة الساحرة دي. شكرا لكم.